يا ترى ازاي المستثمرين الكبار بيختاروا ما بين الستارت ابس المختلفة ويعرفوا يحطوا فلوسهم في ايه؟ هل الارباح؟ مش حقيقي، لان الشركات الجديدة والستارت ابس اغلبها ان ما كانش كلها بيقعد فترة طويلة قوي على ما يعمل ارباح، انما هم بيختاروا ده من حاجة اسمها EBITDA. تعال اقولك، انت لو عندك ستارت اب ولنفترض انك بتعمل مبيعات بمليون جنيه او مليون درهم، وتكلفة المنتجات المباعة دي واقف عليك ب 300 ألف جنيه أو 300 ألف درهم، يبقى أنت كده بتعمل حاجة اسمها ربح إجمالي بالفرق ما بين الاتنين، وهو ال 700 ألف. وده بيدي انديكيشن للمستثمر على كفاءة العملية الإنتاجية، إنك بتعمل منتج في حد ذاته مربح، وإنك عارف تدير العملية التشغيلية بتاعتك. إنما التكاليف اللي بتيجي بعد كده وبتتشال من الربح الإجمالي عشان توصل للربح الصافي بتبقى حاجات يقدر المستثمر يساعدك فيها، زي المبيعات والماركتينج وخلافه. دورك لو انت بتدور على مستثمر هو انك تتاكد ان البيزنس بتاعك بيعمل جروس بروفيت برقم بوزيتيف، وده هيضمن للمستثمر ان البيزنس بتاعك كمان يقدر يحسن الجروس بروفيت ده لو عمل معاك سكيلابيليتي وتوسع في البيزنس. يعني ببساطه يزود الانتاج ويتوسع في دول تانية، وساعتها هتقدر كمان تقلل التكلفه على المنتج الواحد، لان مع زياده الكميه التكلفه المفروض تقل. اكتب لي تعليق بالفكره اللي عندك وممكن نفكر فيها مع بعض ونشوف هل هي مربحه ولا لا.